السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم سارة عبد العاطي، وهنعمل النهارده طاجن عكاوي يا جماعه احلى من بتاع المطاعم. جدي كان دايما يقول اطعم اللحمه جور العظم، والعكاوي دي عباره عن حته عظمه صغيره وملفوف حواليها لحم متلبسه من كل ناحيه، رهيبه يا جماعه، لازم تجربوها. اول حاجه هجيب حله على النار واحط فيها معلقتين من الزيت، ولما تسخن كويس هندب العكاوي بتاعتي واحده واحده وهقلبها كويس. انا عايزه العكاوي بتاعتي تاخد صدمه من غير ما تغير لونها، عشان لو لونها اتغير هتغمق الشوربه، وانا مش عايزه الشوربه تبقى غامقه. فهقلب كويس كده زي ما اتفقنا، وهنزل بقى معايا مقطعه بصل وجزر وطماطم، وكمان معايا حبهان ورق لورا وفلفل اسود. هقلب كويس الكلام ده حلو مع بعض. الصدمه ديت مع الخضار هتدي يا جماعه نكهه للشوربه رهيبه. واخيرا فصين من الثوم مقطعهم شرايح، واحط بقى ميه سخنه بتغلي علشان اساعد ان العكاوي تستوي بسرعه. طريقه السوا: هحط ملح، أنا بحب احط ملح من الاول، بيفرق معايا جدا في طعم اللحمه. اول ما الشوربه تغلي هوطي واسيبها تستوي براحتها خالص. استوت اهي، الشوربه تحفه وريحتها رهيبه وحلوه جدا جدا. هطلعها اخلي اللحمه تستوي براحتها خالص خالص، يعني اوطي النار واسيبها لحد ما تستوي كويس. هطلع العكاوي بتاعتي كلها من هنا، وهجيب طاسه على النار احط فيها معلقتين من الزيت، وانزل بالعكاوي بتاعتي بعد ما استوت. احط عليها بصلتين كبار متقطعين جوانح، وهقلب كويس جدا جدا البصل مع العكاوي. عايزه البصل بتاعي يدبل، بس برضو مش عايزاه ياخد لون ومش عايزاه يغمق. هنزل برشه ملح خفيفه، هتبل رشه ملح ورشه فلفل اسود، واخيرا 7 بهارات او بهارات لحمه، مش هكتر، هي دي بس التوابل اللي انا هحطها عشان اللحمه اصلا طعمها لذيذ ومش محتاج اي توابل. شايفين اول ما البصل دبلت معايا حطيت عليها عصير حبايتين طماطم. ممكن احط معلقه صلصه لو الطماطم بتاعتي لونها فاتح. هقلب كويس زي ما انتم شايفين على نار عاليه. هسيب بقى كل الكلام ده ياخد ويدي معاه كده على النار، وهحط 3 كبشات من الشوربه بتاعه الكوارع بتاعتي. مش قادره اوصف لكم بقى يا جماعه جمال الريحه والطعامه، بجد كانت فظيعه. هسيبها بقى تتسبك حلو شويه مع بعض، وبعدين هاخدها على طاجن بقى اللي هيدخل الفرن. طاجن فخار بقى، صينيه مثلا، صينيه بايركس، اي صينيه تدخل الفرن مفيش اي مشكله. وهنزل بقى بالكلام ده كله في الطاجن بتاعي، وادخلها فرن سخن مولعه من فوق ومن تحت، تتشرب كده وتسقسق وتاخد لون حلو من فوق. نظبطها كده الاول. طبعا يا جماعه الطاجن مش هياخد معايا وقت طويل، من 20-30 دقيقه اللحمه بس تشرب الصوص ويبدا كده ياخد وش حلو معايا، واطلعها من الفرن على طول. شكلها تحفه وطعمها بجد يا جماعه كان رهيب. هندوق واحده كده معاكم. طبعا يا جماعه العكاوي ولا شوكه ولا سكينه ولا الكلام ده، على البق على طول. كانت رهيبه بجد، كانت فعلا زبده. اتمنى الوصفه تكون عجبتكم، ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك في القناه. كانت معكم ساره عبد العاطي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.